مر بالبقيع يا موالي مكدرا وحزينا، وابعث عزاك صارخا يجدينا يا مذ غادروا على النبي دياره. غدت الديار طلولها يبكي يبكينا، أفرغوا بيوت آل محمد من الرجال الملاعين أولاد الملاعين. مذ غادروا على النبي دياره، غدت الديار طلولها يبكينا، غدر الزمان بعترة نبوية، صار الحشايا في ذكرهم يدمينا. أبكي البقيع ومحجتي جياشة طورا، وأبكي الطفحينا يا أبا عبد الله. أضحى لسان الموالي يبكي الطف ويبكي كربلاء، تبكيك عيني إلى لأجل مثوبتي، لكنما عيني لأجلك باكي. تستاهل أبو علي الدمعة أنت، والله تستاهل يا أبا عبد الله. تبتل منكم كربلاء يا بدم ولا تبتل مني بالدماء الجاري. أبكي البقيع ومؤجتي جياشة حينا، وأبكي الطيف فيها حينا. بلسان حالك أحكي أنها، فلقد وجدنا سلوة ببكائنا كلا ولا غير البكاء يسلينا. ووجدنا في الهدى مع آله كأس الحياة وكوثر يروينا. بعد اسمع والله احكي بلسان حالك. اذا انت هذا الموالي الشيعي المحب لمحمد وآل محمد، شو يقول الشاعر؟ يقول ووجدت فيه جنتي وشفاعتي، والله ووجدت فيهم جنتي وشفاعتي، وتركت من أجل الهداة وتركت من أجل الهداة قدمت للنبي وآله، قدمت نفسي للنبي وآله، حتى وإن قطع الخنا أيدينا طاع النبي
يرنو البقيع بطرفه ويقول صبرا عترتك شوف أمنية رسول الله شي يريد منك. ستقيم العبد أن تعلو البقيع قبابكم وبعد يا رسول الله ويقيم شيعتنا عزا أن يبكينا من حال البقيع العين تتجارى وتصب دموم كل ما لاحظت بلحظة كل ما لاحت بحسرة صورة كم قبر مهدوم. عندك حاجة عندك مريض عندك هم اليوم البقيع خالية لا ناعي ينعى لا صارح يصيح أيوا سيدا أيوا صادقة لا لطم لا بكاء في تلك القباب ما حد مقبل تلك القبور غير الحمام يا موالي الشيعي. من حال البقيع العين تجارة وتصب دموع كل ما لاحت بحسرة صورة شام قبر مأدوم يلي قاصد المختار هونك مين تجي وتزور ومن تطلع من الراضة وعينك عال بقيع الدور ما أدري بوضع قلبك وأدري الحزن مكسور تسأل على البقيع شلون وعليها الحمام يحوم فقط الحمام مسموح إلى تقبيل تلك القبور. قبر الحسن والسجاد قبر الحسن والسجاد وعينك تنظر بعبره والباقر مع الصادق مشاهد ترسم الحسرة يا بوين الشيع والزوار تنظر هالوضع نظرة لا قبة ولا شباك بس فوق الترى برسوم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدي ومولاي الإمام الباقر صلوات الله عليه لأحد أصحابه وهو يشير إلى ولده الإمام الصادق عليه السلام: هذا إمامك بعدي فاقتدي به واقتبس من نوره، والله إنه الصادق الذي وصفه لنا رسول الله. لحلول البركة وقبول هذا المجلس عطروه بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ونعمته. عظم الله أجورنا وأجوركم
يا شيعة جعفر بن محمد الصادق، أسأل الله لنا ولكم شفاعة هذا الإمام وزيارة قبر هذا الإمام، وأن نحشر تحت لواء جد هذا الإمام، وأن لا يفرق بيننا وبينهم دنيا وآخرة، إنه أرحم الراحمين. الإمام الصادق عليه السلام سادس أئمة أهل البيت الذين نص رسول الله صلى الله عليه وآله على خلافتهم، فهو وأبيه الإمام زين العابدين يعتبرون الحلقة والامتداد الطبيعي التي تربط الإنسان المسلم بالسماء مباشرة بعد انقطاع بعثة الأنبياء. فهذه المدرسة علومها من جدها رسول الله صلى الله عليه وآله، حديثنا حديث جدنا، تختلف عن غيرها، تمتاز عن غيرها من المدارس التي أخذت من هنا ومن هناك. الإمام سلام الله عليه بعد شهادة الإمام الباقر أبيه تسلم زمام القيادة الشرعية، فأصبح في قمة العلم، يشار له بالبنان، طأطأت له رؤوس العلماء إجلالا وإكبارا. فهذا أبو حنيفة كبير الأحناف يقول: ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد الصادق. ودونك قول مالك كبير المالكية، مالك ابن أنس، يقول: ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر رجل أفضل من جعفر بن محمد الصادق علما وورعا وعبادة. فهو مضرب الأمثال بأبي هو وأمي في العلم والورع، فهو صادق الحديث كجده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام بأبي هو وأمي عاش وعاصر الحكم الأموي ما يقارب 4 عقود، عاصر مجموعة من هذه الحكام، وبعد شاف الإمام سلام الله عليه الظلم والاضطهاد الذي مارسته هذه الدولة ضد المسلمين بشكل عام وضد أهل البيت وأتباعهم وشيعتهم بشكل خاص. وكان من الطبيعي أن بعد شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه تتحرك الجماهير ويكونون أهل البيت في طليعة القيادات المحبوبة عند الناس. فبدأت فصائل بني العباس تتحرك وتنادي بالثورة ضد بني أمية، ورفعوا شعار الرضا من آل محمد والدعوة إلى خلافة أولاد فاطمة من ذرية أمير المؤمنين سلام الله عليه. الإمام سلام الله عليه انسحب من هذه الساحة المكشوفة، ولم تنطلي عليه هذه الشعارات التي رفعت من قبل بني العباس ومن دار بفلك بني العباس وشيعتهم، كما هو الحال مع أبو سلمى الخلال وأبو مسلم الخراساني. أبو سلمى الخلال كتب إلى الإمام يريد من عند الخروج، كان جواب الإمام على كتاب أبو سلمى يقول: ما لي ولأبي سلمى وهو شيعة لغيري. الإمام يوصف هذا الإنسان، يقول هو يكتب لي هو مو شيعة إلي. ليش الإمام يقول؟ لأن أهل التاريخ يقولون هذا الرجل كتب إلى 3 من أولاد رسول الله، كتب للإمام الصادق، وكتب إلى الإمام، وكتب إلى عبد الله ابن الحسن أبو محمد صاحب النفس الزكية، وكتب إلى عمر الأشرف ابن الإمام زين العابدين. وقال للرسول مال تعجل تروح علما لجعفر، إذا أجابك إلى الكتاب أبطل الكتابين الآخرين، وإذا ما قبل من عندك هذا الكتاب ثني بعبد الله ابن الحسن أبو صاحب النفس الزكية، وإذا ما قبل من عندك اذهب علما إلى عمر الأشرف. بالفعل هذا الرجل اجى إلى الإمام سلام الله عليه، كتب هذا الرجل إلى الإمام. الإمام كان جوابه هذا: ما لي ولأبي سلمى وهو شيعة لغيري. فاش قال
هذا رسول أبو مسلم أبو سلمى الخلال، قال له ألا تجيب على الكتاب، ألا تجيب على الكتاب؟ الإمام سلام الله عليه قال له للخادم مالته ادنوا من السراج، خلى السراج في حرق الكتاب، قال له ألا تكتب ألا ترد؟ قال له سمعت ورأيت وشفت. شنو جوابنا؟ أبلغ هذا الرجل على من؟ على ما شفته. هذا الرجل لو الإمام لما يقول هو مو من شيعتي، هذا الرجل لو كان حقيقة من شيعة الإمام كان على أقل التقدير ما يكتب لغيره، يكتب إلى الإمام. وإذا يريد يكتب لغيره يستشير على أقل التقادير الإمام، يقول له يا ابن رسول الله تقبل أكتب لغيرك؟ شنو رأيك بفلان إذا أنت ما تقدر تتحرك؟ لكن هذا الإنسان كان يريد يجعل من الإمام الصادق أو عبد الله ابن الحسن أو عمر الأشرف ابن الإمام زين العابدين سلم للوصول أو درج للوصول أو جسر للعبور إلى الضفة الأخرى حتى يحصل المكسب اللي يريده. كذلك الحال الإمام سلام الله عليه ما تعاطى مع من؟ مع أبو مسلم الخراساني. أبو مسلم الخراساني مولانا العزيز يعتبر له اليد الطولة في تثبيت دولة بني العباس، كتب إلى الإمام أيضا يطلب من عنده الخروج. الإمام شنو رد عليه؟ قال للزمان زماني ولا هو منيا من رجالي. ليش يقول هيك الإمام؟ لأن هذا الشخص ما كان معروف في التاريخ أنه من تلامذة الإمام، تخلق بأخلاق الإمام، من أهل مذهب الإمام، لا أبدا، من جهة أخرى رجل معروف سفاك للدماء. عبد الله ابن المبارك من أعلام المدرسة الثانية، يسألونه يقولوا له ياهو الأكثر شرا أبو مسلم الخراساني لو الحجاج ابن يوسف الثقفي؟ قال لهم أنا ما أقول واحد أفضل من الثاني، لكن الحجاج أشر من عندي، يعني هذا كله شر. أهل التاريخ يقولون هذا الرجل من أجل تثبيت دولة بني العباس قتل 600,000 نسمة. لو نفترض جدلا إن الإمام قبل منه الكتاب وقال لي يلا خلينا نقوم على بني أمية، هاي الدماء التي سفكت بغير كم من عتها مثلا على سبيل المثال راح مظلوما أو بالشبهة أو بالتهمة الباطلة، لابد أكو أبرياء راحت مثل ما يقولون على قولة أهلنا بالرجلين. 600,000 نسمة من يتحمل مسؤوليتها؟ باكر عقب الإمام الصادق إذا منطل ضوء الأخضر لهذا الرجل هو يتحملها، باكر الله عز وجل هو يسأله، لأن هذا هناك يوم القيامة مباشرة يتبرأ يقول له يا الله أنا ما هو قال لي أنا مشيت بقوله. فالإمام بأبي وأمي كان حذرا في تعاطيه مع هؤلاء وما قبل بيعة مثل هكذا إنسان. وكان الإمام في كل فترة من الفترات ما يترك مناسبة لشيعته إلا ويبين لهم الحال إن الأوان لم يؤن إلى قيامة دولة آل محمد. هاي الدولة العظيمة لابد لها من شروط، لابد لها من مقدمات، لابد لها من أرضية، لابد لها من قواعد شعبية تؤمن بنظرية أهل البيت حتى تطبقها. يقول لك هاي الحادثة فد يوم مجموعة من أهل خراسان اجوا علما إلى الإمام الصادق، شخص اسمه الحارث ابن حسين الأزدي، يقول اجانا واحد إلى خراسان من أهل الكوفة دعا الناس إلى بيعة جعفر بن محمد، فافترقت الناس 3 فرق، فرقة أجابت وأطاعت، وفرقة أنكرت، وفرقة وقفت وتورعت، لا قالت إيه ولا قالت لا. ورشحت هاي الفرق من عدها واحد من كل فرقة واحد يذهب إلى الإمام ويسأله ويقول له شنو الموضوع كذا، يطرحون عليه الأمر لعله صحيح وإحنا ما ندري. بالأثناء راحوا واحد من الذين وقفوا وتورعوا وما قبلوا بالبيعة، رجل معروف على أنه شنو رجل ورع تقي كذا، فراحوا بجملة قافلة طلعوا وهي القافلة أكفت جارية، هذا صاحبنا الورع التقي وقع على هذه الجارية مو من حقه لا زوجته ولا ملك يمينه، ملك غيره، عرض غيره، لكن هو الرجل ما سوى باطل وقع عليها. يقول دخلنا إلى الإمام، يقول رشحنا هذا الورع. شلون ورع؟ رشحناه يتكلم
نيابة عنه، يقول قال له يا أبا عبد الله أصلحك الله، إن رجل جاءنا من أهل الكوفة دعا الناس إلى بيعتك، فافترقت الناس 3 فرق، فرقة طاعت وأجابت، وفرقة أنكرت، وفرقة تورعت وتوقفت، لا قالت إيه ولا قالت لا، تعرف حلال حرام. الإمام يلتفت له يقول له من أي الفرق أنت؟ الإمام يعرف هذا الإنسان، قال له أنت من أي الفرق؟ قال له أنا من الفرقة التي تورعت وتوقفت، يعني لا نكرت ولا هاي، من باب الورع، أنا إنسان عندي دين، ممكن هذا الرجل جاي من عندك وأنا أوقف بوجهه. قال له أين ورعك ليلة كذا وكذا؟ يقول فارتاب الرجل واصفر، يقصد يا ليلة الجارية التي خلا فيها. مولانا هذا عرض الناس وقع فيه بإيده، مجرد أيام قلائل ما صبر، اعتدى على أعراض الناس. لو نفترض الإمام وقايم بدولة، وواحد من اللي يديرون شؤون الدولة واحد مثل هذا، وصارت عنده المسؤولية وأموال المسلمين تحت إيده، يتورع بها مولانا؟ شقد أكو جماعة مولانا كنتوا تعرفوهم سامعين عنهم كذا، يحكي دين وورع وحسينية، لكن الآن شنو الحال؟ شلون صاروا بالعراق؟ شلون وضعهم؟ انتهى الوضع. فكر بمن فكر بما هو فيه الآن، شلون يجيب الأموال، املأ ركابي فضة أو ذهبا. هذا المال ما تورع، ما ترك مال الله أن يحفظ وينفق في من؟ في مرضاة الله. لسان حالهم سلام الله عليك يا أبا عبد الله، يقول بأبي هو يقول الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معائشهم، فإن محصوا بالبلاء قل الديانون. لسان حال هؤلاء منو؟ شعر عمر بن سعد، يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يدين، فإن صدقوا فيما يقولون أتوب إلى الرحمن من 2 مولانا منو طلع من قبره مفشخ، دخلنا لملي كم فلسة في عيالي في أولادي. لسان حال هؤلاء اللي كنا نعتقد بدينهم مولانا العزيز. المهم الإمام ما يقدر يعتمد على أمثال هكذا، والأرضية ما متهيئة. على كل حال دولة بني أمية سقطت سنة 232 هجرية. الإمام بأبي وأمي عاصر، وإجت دولة بني العباس، وعاصر مجموعة، شخصين من عتهم، أبو العباس السفاح وأبو جعفر الدوانيق المنصور، 10 سنوات. كما قلنا الإمام بأبي وأمي استلم زمام الأمر بعد أبيه الباقر، لكن استلمها بظرف جدا صعب وفي غاية الصعوبة. الحركات مولانا والثورات تضرب بالدولة الإسلامية آنذاك يمينا شمالا طولا وعرضا، في كل بقاع الأرض أكو تحركات على دولة بني أمية وعلى الدولة العباسية الجديدة، كل من يريد يأخذ الحصة إليه. الإمام سلام الله عليه يشوف والحكام بتلك الفترة مولانا همينا ما مهتمين بالناس، بل مهتم شلون يملأ جيبه وأمواله، مثل ما الآن موجود بالعراق. شوف التاريخ يعيد نفسه مولانا. الآن الناس عايشين ببيوت الصفيح والتنك وكاتلهم الضيم، لكن المسؤول محمي حتى من الرصاص، غير ما محمي لا من البرد ولا من الحار، هو محمي حتى من الرصاص. يعني التاريخ يعيد نفسه، مهتمين بأموالهم. والي العراق في تلك الفترة خالد ابن عبد الله القصري كان وارد السنة و13 مليون يدخل بجيبه. هشام بن عبد الملك زوجته كان عندها ثوب مخيوط من نسيج من الحرير والخيوط الذهب، مرصع بالجواهر، لما كانت تلبسه ثقل عليها المشي، ما تقدر تمشي من ثقل هذا الثوب. عرضوا للتثمين، ما قدر واحد يثمن هذا الثوب ويقول ايش قد سعره. زوجها هذا اللي يقول أنا خليفة للمسلمين، هشام بن عبد الملك، تحت أقدامه بساط من الحرير وخيوط الذهب بطول 100 متر، بعرض شنو 50 متر. هذا حالهم، مثل ما حالهم الآن. الناس ميتة من الجوع، لكن المسؤول ما مهتم. بالمقابل الناس في تلك الفترة، قلت لك التاريخ يعود نفسه كما هو الحال.
الناس الطاعون والأمراض الآن موجودة بالعراق منتشرة، الأمراض أشكال أنواع، كذلك الوضع طاعون وأمراض وأوبئة. وبتلك الفترة همين مولانا كانت سبحان الله كلها ملتمة على الفقير، حتى العلماء بتلك الفترة ما كان شرهم أقل عليا من شر ذول الحكام الظلمة، كان لاهين يعني يفصلون الفتوى على مقياس السلطان، كون يقبل الحاكم شو تريد أنا أسوي لك، شلون فتوى تريد أنا أسوي لك، المهم يبقى السلطان وهو يبقى سالم. والحال أنه ذول العلماء رجالات الدين المحسوبين على العلم لابد يكونوا ملاذ الناس اللي تلتجئ لهم وتحس بالأمان، لكن يمنعون الناس حتى من الثورة على الظلمة، كما هو الحال مع الحسن البصري. كبير المعتزلة هذا يقول ما يقبل واحد يخرج على الحجاج، يا بليش والحجاج ابن يوسف هذا سفاك الدماء اللي هتك أعراض الناس، أخذ أموال الناس. تدري مولانا العراق قبل لا يجي الحجاج حكمه كان يرفد الدولة الإسلامية ب75 مليون دينار سنويا تلك الفترة. بمجرد أن استلم هذا اللعين وصل وارد العراق يرفد الدولة الإسلامية ب25 مليون، ثلثين وارد العراق بسبب سياسة هذا الرجل راح. والآن نفس الوضع مولانا، أنت راجع التاريخ وشوفه، الآن العراق فلس، العراق ما عنده مال، العراق قام يتداين. مولانا العزيز هذا وضعهم يقول له ما يصير تطلعون على الحجاج، يا بل ليش ما يطلعون على الحجاج؟ يقول إذا كان هذا الحجاج عقوبة من الله فما تصنع سيوفكم في رد عقوبة الله، شو تريدوا تسوون انتم؟ وإذا كان بلاء من الله عز وجل فاصبروا على البلاء حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. يعني يخدرون الناس، بينما الله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شو يسوي لك الله إذا أنت قاعد؟ الله عز وجل قال لك أؤمر بمعروف وانهى عن منكر، ترى إذا ما تسوى هذا الشيء يقول لك أمير المؤمنين بأبي وأمي إذا تركتم الأمر بالمعروف ونهيتم عن المنكر والنهي عن المنكر سلط الله عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. الله عز وجل هيئ الأرضية المدد الإلهي ينزل، لكن ذولا يلعبون بدين الله مولانا العزيز، شاغلين الناس بقضايا ما تهم الناس ولا تفيد الناس ولا راح الله يسأل الناس يوم القيامة عنها. كفروا بعضهم البعض كما هو الآن. تدري أكو جماعة طارحين مسألة بتلك الفترة وخابصين الدنيا فيها، مثلا شلون مثلا هل يستطيع الله عز وجل أن يخلق حجرا لا يستطيع حمله؟ الله ما عنده شغل وعمل، صانع إحجار يصنع إحجار، بس شاغلين الناس بهاي الأفكار مولانا. على كل حال الإمام الصادق بما أنه هو الوريث الشرعي وهو القائد الفعلي لهذه الأمة وهو حامي الدين، هاي المسؤولية ألقت على عاتق الإمام مسؤوليات كثيرة، مهام كثيرة. أنا راح أحصر بحثي في مهمتين 2 فقط، أما التعرض إلى مهام الإمام كلها في هذه الدقائق المعدودة دونه خرط القتاد، ما يقدر الإنسان على ذلك. المهمة الأولى هي حماية المجتمع الإسلامي، وذلك من خلال طرح الأفكار الإسلامية والفكر الأصيل وتنقية ما علق بالإسلام من شوائب. الإمام مولانا عاصر بتلك الفترة ظهور أفكار كالزندقة والإلحاد والقياس والجبر وغيرها من ناس ابتعدت عن الدين. وهاي الأفكار مولانا العزيز ما طلعت صدفة في عصر الإمام أو اتفاقا، لا أبدا، بل هنالك كان أكو مخطط من عشرات السنين لدولة بني أمية ومن حكم قبلهم في إبعاد الناس عن منهج أهل البيت. الناس من ابتعدت عن منهاج أهل البيت عشرات السنين، ولدت حالة من فهم للدين فهم خاطئ. تصدى غير أهل البيت اللي هم يفهمون الدين ويعرفون شلون نزل الدين وكيف أحكام الدين، تصدى غيرهم للفتيا وللتبيان وتبيان الدين.
معاوية في يوم من الأيام يسأل كعب الأحبار. كعب الأحبار هذا يهودي وصار مسلم ويفتل الناس. إيش قايل؟ قال له بلغني أنك تقول إن الله عز وجل إن ذي القرنين كان يربط خيله بالثريا. الثريا يا شباب اللي الإخوان يعرفون الثريا، هاي مجموعة نجوم أهلنا قبل يسموها ثريا، كتلة نجوم موجودة بالسماء يسمونها الثريا. يقول هذا ذي القرنين يربط خيله وين؟ تلك الثريا. قال له إذا قلت أنا هذا القول، الله عز وجل يقول وآتيناهم من كل شيء سببا، الله انطاه. يعني قالوا سبع بس مو لهالدرجة أنت، يعني ماكو حيطان، ماكو حجار، ماكو تيولة، ماكو عمدان يربط خيله بالأرض. زين إيده شطولها مثلا، رشمة هذا الخيل مالته شطولها مثلا. هذا جاي يقعد بمسجد رسول الله ويتكلم، بمسجد رسول الله ويحكي. مثال آخر لابتعاد الناس عن منهج أهل البيت وما فهمت الناس الدين. واحد اسمه عبد المؤمن الأنصاري يجي إلى الإمام الصادق يقول له يا ابن رسول الله، تروي الناس عن جدك أنه قال اختلاف أمتي رحمة. سامعين هذا الحديث، تسمعونه بالإنترنت، بالمواقع على الفيسبوك، بالندوات. اختلاف أمتي رحمة يعني الفقهاء من يختلفون في مسألة من المسائل يقدر المكلف شنو يختار ما يناسبه. هذا الفهم اللي موجود، وهذا الفهم خطأ 100%، خطأ 100%، لأن مو فهم أهل البيت. قال له نعم جد رسول الله قال هذا الكلام اختلاف أمتي رحمة. يقول أنا قلت له يا ابن رسول الله إذا اختلافهم رحمة اتفاقهم نقي ما يكون؟ إذا هم مختلفين برحمة كذا يتفقون شي يصير؟ قال له ليس كما ذهبت أنت ولا ذهبوهما، مو مثل ما أنت رحت وغيرك افتهم. إن جدي رسول الله عنا بقوله هذا الآية المباركة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، أمرهم أن ينفروا إلى رسول الله يتعلمون من رسول الله الدين ثم ينصرفون إلى أهليهم يعلموهم الأحكام. أراد الله عز وجل اختلاف، وراد رسول الله اختلاف البلدان، لا الاختلاف في دين الله. إنما دين الله واحد، إنما دين الله واحد. لكن الآن شنو المفهوم عند الناس حتى عند الأوساط الشيعية؟ الفهم الأولي. هاي الأفكار مولانا، أفكار الزندقة وغيرها، يعني وصلت للجيل للأجيال، وصلت صورة مزيفة عن الدين. شافت الدين أداة مطية بيد الحكام يسووها كيفما يشاءون. إيش ولد صورة مقيتة عن الدين آنذاك. فكان الزندقة مولانا 100 سنة ما صاير رسول الله متوفي، أصحاب رسول الله يعني بعدهم موجودين والناس ما تؤمن بالله. كارثة، يعني كارثة بمعنى الكلمة. هذا رد فعل طبيعي لأن الناس ما تعرف دين الله عز وجل، لأن ذولا دا يفتون للعالم. الآن نفس الحال، الآن ايش قد أكو ناس نافرة من الدين، ايش قد أكو ناس ما تريد الدين. الآن مولانا أسألك بالله، أنا وأنت احنا عايشين بأوروبا، ويجيك ابنك الآن ويسألك يقول لك بابا هذول الناس ليش يقتلون ذول المسلمين، ليش يقتلون الناس هنا، ليش يقتلوهم بالعراق؟ انتم مو تعلمنا ان اسلامنا اسلام يحب السماح ويحب السعاده للناس ويحب الخير، مو تقول لي زين ذولا ليش يقتلون الناس؟ شو تريد من ابني يفتهم؟ شو تريد من ابنك يفتهم؟ الان الدين تزيف، الان الدين تشوه، لأن هذا اللي جاي يقتل باسم الله يريد عزة للدين، عزة لرسول الله. والمصيبة احنا نروي رسول الله مع هؤلاء أبناء هذه الديانات
اليهود النصارى يقولون كان رسول الله بالمدينة وواحد يهودي يذب زبالة بالشارع قبال رسول الله ويأذى رسول الله، ورسول الله حاكم دولة ما حاشا. فد يوم فات ما لقى هذا الزبالة مكرم السامع، قال شو هاي ما موجودة اليوم؟ قالوا لا يا رسول الله هذا الرجال مريض اليهودي. قال وجبت علينا زيارته. كان رسول الله بنص دولته ما أذى هذا اللي يأذي، تجي هنا تتأذي العالم. هاي الدول كبرت، سامحوني بهالعبارة بس أريد أطلع عليها من قلبي، كبرت كرشك تخلي العلم مالتها وتدوسه وترفع ايدك لفوق على اليمن. ما عاجبك رد لها لك، ما عاجبك العيشة بهذا البلد رد لها لك. كنيسة ما بانيها ببلدك تدخل عليه ذبحة على أي أساس؟ بيا دين بيا حكم بانيها ببلدك ماخذ من فلوسك، مو حتى منطيكم للمسجد بانين. بس هذا الدين تزيف. فلا تتوقع من ابني هو يحب الدين. مشكلتنا مشكلة صعبة هنا، الدين صعب نلزم أولادنا. الله بهم راحوا كثير من الأولاد، تعرفون أنتم أولاد ناس متدينين مؤمنين، لكن تصرفات المسلم اللي عكست هاي الصورة المو طبيعية المو حلوة عن الإسلام. على كل حال الإمام سلام الله عليه لازم يعالج هاي المشاكل. فد يوم من الأيام واحد زنديق معروف بمصر، فد مشهور، سمع بالإمام الصادق، اجى إلى المدينة يريد يحاجج الإمام، ماكو الله يقول له. قالوا له ما موجود بالمدينة. يقول لحقنا هشام بن الحكم من تلامذة الإمام، يقول كنت أنا وياه. يقول وصل بالطواف حتى ضرب كتف الإمام، كتفه بكتف الإمام. سئل الإمام قال له أنت شنو اسمك؟ قال له اسمي عبد الملك. قال له كنيتك؟ قال له عبد الله. قال له هذا الملك اللي أنت عبد إله ملك سماء ملك أرض، أبوك عبد ملك سماء ملك أرض، شلون أنت؟ يقول له سكت ما جاوب. قال له أجب قول، ما جاوب. قال له من تكمل طوافك تعال علينا. الإمام قاعد كمل طوافه إجا. قال له تعلم أكو تحت في الأرض أكو شيء؟ قال له إيه. قال له دخلت فيها؟ قال له لا. قال له تدري بها أكو فوق؟ قال له نعم. قال له شفتها؟ قال له لا. قال له ليش؟ قال له اللي أنا أظن ما موجود فيها شيء. قال له الظن عجز ألا تستيقن؟ الظن مو يقين، عجز، استيقن خلي كلامك يقين. قال له صعدت إلى السماء؟ قال له لا. قال له وصلت شرق؟ قال له لا. وصلت غرب؟ قال له لا. قال له عجبا، لم تصعد إلى سماء، لم تنزل إلى أرض، لم تصل إلى شرق، لم تذهب إلى غرب، لم تعرف ما بيهن وما فيهن، ثم تجحد. أيجحد العاقل ما لا يعقل؟ ما لا يعرف الإنسان العاقل يجحد؟ مو نقولون هذا الحكمة اللي معروفة حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدق فلا عقل له. الإنسان العاقل ما يجحد شيء ما يعرفه، يعرف وكذا، ثم بعد ذلك لو يؤمن لو ينكر. يقول له ما حدثني بمثل هذا غيرك. بقى الإمام يتكلم وياه إلى أن جاب إلى الطريق. التفت إلى هشام قال له يا هشام علمه الدين من جديد. الإمام الآن بمثل هاي الحركة، هذا الزنديق لو باقي يفتر في بقاع الأرض، كم زنديق خرج، كم زنديق أنتج. هذا حماية للمجتمع. الإمام سلام الله عليه بطريقة أخرى شو يسوي؟ يريد يخلي الناس تحكم بمذهب أهل البيت. دخل فت شخص اسمه سعيد وياه واحد اسمه ابن أبي ليلى. يقول دخلنا إلى المدينة، يقول بينما نحن كذلك بمسجد رسول الله وإذا بأبي جعفر الصادق دخل. يقول قمت إلى رحب بي، سلم علي، سألني عن أهلي عن أولادي، ثم التفت لي وسأل سؤال العارف. قال له من هذا؟ قال له هذا ابن أبي ليلى قاضي المسلمين. التفت للإمام قال له أنت تأخذ مال هذا تعطيه لذاك وتفرق بين زوجة هذا، بين الزوج وزوجته، ولا تخشى في ذلك أحدا؟ قال له نعم. قال له شلون؟ قال له أقضي بما وردني من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيش جايني من رسول الله أنا أقضي. قال له وبعد؟ قال له وبسنة الشيخين. قال له الإمام سلام الله عليه قال له أبلغك عن رسول الله صلى الله عليه وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أقضاكم بعدي علي؟ قال له نعم. قال له إذا لماذا لا تقضي بقضاء علي؟ أنت مو واصل لك هيك حكي، ليش تخالف نهج رسول الله؟ هذا تصحيح للمسار حتى الناس تحكم بحكم آل محمد. الآن الأحكام اللي سائدة
وهاي التصرفات بحكم من؟ مو بحكم آل محمد، حكم آل محمد السماح، الخير، البركة. هذه المهمة الأولى. المهمة الثانية هي بناء خواص شيعته، بناء الشيعة بناء جيدا ورصينا حتى يكونون قادة المجتمع، حتى يكونون في طليعة الناس. والإمام كان لما يتكلم مع أصحابه ما يتكلم على أنهم يلقي التعاليم والإرشادات بدون أن يميز بمن بمستوياتهم، لا، كان يميز وكان يدعوهم يقول لهم نريدكم نبراس إن. وحدة من كلمات الإمام سلام الله عليه مع أصحابه شي يقول سلام الله عليه؟ يقول شيعتنا أهل الهدى وأهل العلم والتقى وأهل الإيمان وأهل الفتح والظفر. يا ابن جندب أبلغ شيعتنا وقل لهم لا تذهب بكم المذاهب، فوالله لا تنال ولايتنا إلا بالورع والاجتهاد في الدنيا ومواساة الأخوة في الله، وليس من شيعتنا من يظلم الناس. مو من شيعتنا اللي يظلم. أمير المؤمنين بأبي وأمي شي يقول شيعتنا المتباذلون في ولايتنا، المتحابون في مودتنا، واحد يحب الثاني ما يحقد عليه، اختلف وياك بحكاية تمشيها. مودتنا المتزاورون في إحياء أمرنا، الذين إذا غضبوا لم يظلموا وإذا رضوا لم يسرفوا، بركة على من جاوروا سلما لمن خالطوا. هذول أوصاف أهل البيت. هيك يريد أهل البيت شيعته اللي يعرف معنى شيعة لابد أن يراجع حساباته. شيعة أهل البيت يقول الإمام الصادق، يقول لو صدقوا، واي خطر هذا الكلام، يقول لو صدقوا شيعتنا لصافحوا الملائكة. بالنهار يصافحون الملائكة. منه الإنسان المؤمن أعلى وأسمى وأفضل عند الله عز وجل من الملائكة، لكن ليه نحن مو صادقين بدعوانا؟ أنقل هذه الحادثة راح تبين أنه إحنا بمعنى الكلمة شيعة. سامحوني الكلام من خلالكم لا لكم. خل واحد يراجع حاله. شخص اسمه عبد الله محمد ابن سنان، هذا الرجل موجود، حتى اسمه موجود مفاتيح الجنان روايات، رواية أرجوك تدقق وياي، أرجوك تدقق وياي. يقول واحد جماعة من أهل الكوفة من أصحاب الإمام الصادق كتبوا إلى الإمام الصادق في رجل من شيعته اسمه المفضل. هسه شنو هذا المفضل؟ خلنا أسولف لك عنه شوية حتى تعرف منزلته عند الله عز وجل، عند الإمام الصادق عفوا. المفضل هو المفضل ابن عمر بن عبد الله. هذا الرجل الإمام لما كان يشوفه يقوم ضاحكا بوجهه يأخذ بحضنه يقول له يا مفضل إني أحبك وأحب من يحبك. إذا تحب المفضل الصادق يحبك. يقول له يا مفضل لو عرف جميع أصحابي ما تعرف ما اختلف اثنان. أرجوك خلي هاي الكلمة بين قوسين واحتفظها واحفظ بها لأن أريدها منك بعدين. هاي الكلمة يقول له لو علم أصحابي جميع أصحابي ما تعرف ما اختلف اثنان. يقول أنسي ومستراحي المفضل. المهم كتبوا جماعة عن هذا الشخص. ايش كتبوا؟ إن يا ابن رسول الله المفضل هذا جاي جالس الشطار. الشطار منهم المكارين الخداعين اللي على تعبير أهلنا يسمونه الكلاوش مثل ما يقول، يقعد وياهم وهو من علمت مكانه. بعد وأهل الحمام، تعرفون من أهل الحمام، وبعد وأهل الشراب يشربون يقعد وياهم. وهاي مو لطيفة، يقعد محسوب عليك يا ابن رسول الله، سب إلك هاي، ومحسوب علينا هو رجل هم معروف وكذا، وما يصير شي يسوي، احنا ما نقبل. لو تنصح يبطل هاي السوالف. كلام حلو. وصل الكتاب إلى الإمام بيديهم، كتب الإمام كتابا وقال لهم هذا تدفعونه إلى المفضل مباشر، ما تفتحونه. اجوا الجماعة انطوه، فتح الكتاب المفضل قال بسم الله الرحمن الرحيم، اللي قال من الإمام بسم الله الرحمن الرحيم اشتري كذا وكذا واشتري كذا
وما بين كلام الجماعة فيه، يعني ما قالوا له، ما قال له ترى الجماعة قالوا كذا قالوا كذا هيك أبدا، اشتري كذا وكذا. دفع الكتاب علما لأصحابه المفضل، قال لهم اقروا كتاب الإمام، إمامنا هذا قرأوا الكتاب، قالوا هذا مبلغ كبير ما نقدر نسوي، يعني اعطينا مجال. الأعذار سهلة طلعها من جيب الصفحة رأسا، قال لهم ما نقدر كذا، انطينا مجال على ما نرتب امورنا كذا. هيك رادوا يقومون ينصرفون، قال لهم لا 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 ابقوا حتى تتغدون عندي، غداكم يمي. ارسل بطلب هؤلاء، اكرر واقول، انا ما اقول ذول اللي عددتهم الشطار اللي يسموهم ذول المكارين واهل الحمام واهل الشراب افضل من الانسان المصلي والمؤمن، ارجو ان لا يفهم كلامي ذلك. انا جاي انقل روايات اهل البيت. دز عليهم، عرض عليهم كتاب الإمام، قرأوا الكتاب، عافوا الكتاب وراحوا، جابوا 2000 دينار و10,000 درهم قبل لا يخلصون الجماعة غداهم. التفت لهم المفضل، ايش قال لهم؟ قال لهم وتريدون مني أن أطرد هؤلاء؟ أتتصورون أن الله يريد منكم صيامكم وصلاتكم؟ الإمام سلام الله عليه قلت لك أكو كلمة قال له لو يعرف جميع أصحابي ما تعرف لما اختلف اثنان. هذا يريد يصحح مسار أمة، جاي يشتغل من أجل تأهيل هؤلاء، يأهل هؤلاء من أجل أن يكونوا الناس طيبين، الناس بها بذرة الخير، لكن رايح الشيطان أخذه، صديق أخذه. زين ذولا سووا هذا الموضوع. الإمام سلام الله عليه يريد الطاعة، ما يريد العبادة الفارغة، وصنع أمره عن طريق أثير التاريخ. قال احيوا أمرنا الصادق، رحم الله من أحيا أمرنا. أوليس من مصادق إحياء أمرهم ديمومة هاي المجالس بإحياء أمرهم؟ حفيد الرضا قال سلام الله عليه، قال رحم الله عبدا أحيا أمرنا. قيل يا ابن رسول الله كيف يحيي أمركم؟ قال أن يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فلو علم الناس محاسن كلامنا لاتبعونا. الناس الآن لين ما تعرف كلام أهل البيت، شوف الناس وين رايحة، تلاحظ أنت وين راحت العالم. زين مولانا العزيز من مصادق إحياء أمرهم لمن يشترى مكان باسمهم في أي مكان. ليش مجرد لما يجي مسألة التبرع والأموال تشوف كثير من عندنا يهرب يمينا شمالا؟ ليش؟ زين هذا مو إحياء لأمرهم، مو دعوة لهم تتعلم الناس أحكامهم وعلومهم. لكن يعني هكذا نكون شيعة بهذا لو هي بالصلاة، الصلاة سهلة والصيام سهل، لكن الطاعة وقبول قول الإمام وتنفيذ أمر الإمام شوية صعب. لذلك ليش أهل البيت ما يطلعون ويجاهدون؟ لأن القاعدة ما موجودة. على كل حال الإمام يتحرك بهاي الأوصاف ويريد يصحح مسار أمة، يصحح مسار مجتمع، لكن الحكومة ما تقبل تترك الإمام يمشي هكذا. أبو جعفر الدوانيقي هذا المنصور كان أثقل شيء عليه وجود جعفر بن محمد الصادق، شخصية تصحح مسار أمة، تصحح القواعد الشعبية حتى تشوف الطريق الحق. هذا مو زين، تهديد لسلطانهم. لا بد من القضاء على جعفر بن محمد. كان بين الفينة والأخرى يرسل بطلب الإمام ويقول قتلني الله إن لم أقتل جعفر بن محمد، إلى أن آجركم الله يا أهل العزاء. دس إليه السوم قطع أمعاء. حس الإمام بقرب ساعة الوداع واللحظات الأخيرة، جمع عياله أولاده أهل بيته، دار عينهم فيهم وقال أبلغوا شيعتنا إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بصلاة. ودعهم ثم استقبل القبلة. يا أهل العزاء
سيدي يا ابن الحسن يا صاحب العزاء، وجه وجهه إلى القبلة، مدد يديه، مدد رجليه، وتشهد الشهادتين، وفارقت روحه الطائرة. رحم الله من نادى وإماما وصادقا ومظلوما على المسموم. يا قلبي تفطر وذوب من الحزن لجله، وتحسر تفطر يا قلب المصاب جعفر. وانت يا جفن دمعتك دم. سيدي يا ابن الحسن، سيدي يا ابن رسول الله، العزاء لك يا ابن رسول الله، انت المعزى، انت صاحب العزاء. جهزوا الامام الكاظم، غسله وكفنه ودفنه في البقيع عند جوار ابيه واجداده الطاهرين. ويلي بلحده والسده والقلب مكسور، ونيران الحزين كانون عيفور. بس حسين جد بيوم عاشور يا عار على التراب بعد الكتل كم. سيدي يا أبا جعفر، سيدي يا ابن رسول الله، يا جعفر بن محمد الصادق، مرت عليكم مصائب كثيرة، ولكن أنا أنسى لا أنسى تلك المصيبة العظمى وهي حرق دارك، لما أضرموا الأعداء نارك دارك بتلك النيران، وفرت بنات رسول الله والإمام في داره، ويصيح وينادي أنا ابن خليل الله، أنا ابن رسول الله. يطف النار. جلس بعد تلك اللحظات العصيبة كئيبا حزينا، يدخلون عليه أصحابه يا ابن رسول الله يواسونه، هاي مو أول مرة حرقوا داركم، ترى مرات كثيرة فعلوها، حرقوا دار فاطمة ودار وخيام جدك الحسين، مو أول مرة يا ابن رسول الله. قال نعم أنا أعلم إنها ليست المرة الأولى، ولكن لما أضرموا النار في داري ورأيت بنات رسول الله يفرن من خباء إلى خباء ومن غرفة إلى غرفة وهن صائحات وجدا ورسول الله، تذكرت فرار عماتي بالبيداء لما أحرقوا خيامهم، يفتر الخوات حسين من خيمة لعد خيمة، وينخن وين راح وين ما مش بالعدا الشيمة، وكل خيمة تشب بنار. رد الضربني الهامة والسجاد جو سعبه، ودمع على الوجين السائل. ساعد الله قلوب آل محمد، ساعد الله قلب زينب في تلك اللحظات، خصوصا ليلة 11 من المحرم. شلون ليلة عظيمة على زينب، مرت عليها المصائب أهون من كل الليالي. هاي الليلة وحيدة فريدة لا ناصر لها ولا معينة، لذلك لما جن عليها الليل بدت تشكي للحسين حالها وشنو صار بيها. تقول له يا خويا حسين الخيام محروقة، وانا هيا خيم علي الليل، ويلي
وراسك راح للكوفة وجسمك رضرضت الخيل. أبا عبد الله رضيت بليلة العاشير ومصايبها ولا دامت، وكم مرت علي الليال من العين ما نامت. وين النوم والقعدة وهاي اطفالكم هامت، شي ماتت من الراعة وشي ظلت تحن بالويل. وبعد يا زينب يقول له اخويا نص الليل يا ابن امي ولنطف لا فقدناها ثاري فزتين من الخوف تحوموا ما حد وياها. طلعت وحدة ادورها وادور وين منواها، اثار وياك ممتدة وعلى خدها دمع حيصير. بعد يا زينب تقول له اخويا نص اخويا جبتها وياي للخيمة ولن اختك تناديني يا زينب قوم دور وياي. راحوا وين طفلين اولاد مسلم ويلي طلعت ندور الوادي وما توجد درب عيني. ايش صار زينب؟ يقولوا للنجوم ليت قولت لوح نجم سنين. بعد شلون حاله، شلون توصف زينب حالتها؟ تقول لاخويا نور العين عظم البين وراني، ولي نور العين شسولف لك يا نور العين دعر الشام وعزاني. عظم الماجر ولا صار بالمخلوق رواني. الصار زينب الصار يا شيع يا موالي تقول له عظم الماجر ولا صار بالمخلوق رواني. لقيتهم يا الولي ميتين واحد حاضن الثاني